موسم مسجل 8 أهداف كلها مصيرية لفريق سموحة، منهم هدفين في الدورة الرباعية النهائية. وادي احتفالات النادي الأهلي، احتفالات النادي الأهلي بدرع صعب جدا، ربما من أصعب الألقاب في تاريخ النادي الأهلي. النادي الأهلي لعب 20 مباراة في دوري المجموعات، بدأهم بمباراة الإنتاج فاز 2-0، ثم المباراة الثانية سموحة 2-0، المباراة الثالثة إمبي 1-0، المباراة الرابعة 3-0. الرجاء عمل 12 نقطة متتالية قبل أن يمر النادي الأهلي بمنعرق خطير جدا. خسر في الأسبوع الخامس أمام المقاولين 1-2، ثم الأسبوع السادس أمام الداخلية 0-1. استعاد النادي الأهلي انتصاراته بفوز صعب جدا عن محلة 1-0 في الأسبوع السابع، ثم تعادل مع الاتحاد 0-0، ثم مر النادي الأهلي بمرحلة صعبة جدا عندما خسر أمام الجونة في الجولة التاسعة 0-1، وفاز بعد كده على الإنتاج 3-1 بعد غياب طويل عن الانتصارات، ثم خسر مرة أخرى أمام الداخلية ذهابا وعودة، خسر قدام الداخلية في الجولة 11. الجولة 12 النادي الأهلي تعادل مع إمبي 1-1، فاز على المقصة 4-1 في أبهى عروض النادي الأهلي هذا الموسم، ثم فاز على الرجاء 3-0 على المقاولين.